حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديسة أرابسيما والراهبات. القديسة أرابسيما كانت في دير في مجموعة من الراهبات ومنها رئيسة الدير، وكان الدير ده في روما، وكان في وقتها الملك ديكليديانوس آمر إنه يرسموا له أجمل بنات في روما علشان يتزوج منهم واحدة. لكن اللي حصل إن كانوا كل ما بيرسموا له حد ما بتعجبهوش، لغاية لما دخلوا الدير ورسموا القديسة أرابسيما وعجبته جدا. ولما عجبته صمم إن هو يتزوجها، فبعت إن هم يحضروا له القديسة أرابسيما، لكن القديسة رفضت بشدة وقالت إنه هي عروسة للمسيح. ولما رجعوا الجنود يحكوا للملك، الملك قال لهم إنه روحوا هاتوها بالقوة. لكن لما رجعوا الجنود لقوا إنه القديسة أرابسيما وكل الراهبات اللي معاها ومنها كمان سابوا الدير وهربوا خالص وراحوا إلى أرمانيا. وهم في أرمانيا عرف الملك إن هم في أرمانيا، فبعت للوالي في أرمانيا يقول له إنه أنت عايزك إنه أنت تبعت لي أرابسيما. الوالي ده كان اسمه ترداتها، فلما شافها الوالي ترداتها أعجب بيها جدا وصمم إن هو يتزوجها هو، وإنه يقول للملك إنه هي ما جاتش البلد خالص، وقال له هي ما وصلتش البلد عندهم علشان هو يتزوجها. لكن لما جه يقرب منها، لكن القديسة رفضت وزقته ووقعته على الأرض. فبعد كده راح اتضايق منها، فأمر إن هم يحضروا له أمنا رئيسة الدير. ولما دخلت أمنا رئيسة الدير للوالي قال لها إن اقنعيها إنه هي تتزوجني، لكن القديسة قالت له إن هي مسيحية وإن هي عروسة للمسيح ولم يمكن تتجوز وهي راهبة. وقوت القديسة في الإيمان أكتر، فالقديسة رفضت، فراح ضرب أمنا رئيسة الدير على وجهها كسر سنانها. لما لقيت القديسة أرابسيما اللي حصل لأمنا قعدت تعيط بشدة، فافتكر إنه هي ممكن توافق، لكن زادت في إيمانها وقالت له إنه هي عروسة للمسيح ورفضت بكل شدة. فلما لقي كده أمر بقطع راسهم جميعا ونالوا كلهم إكليل الشهادة، وكان يوم 29 من شهر توت. بركة شفاعتهم تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.